التاريخ مش بيخلد الانتصارات بس، لكن كمان بيخلد المواقف، والنادي الأهلي مواقفه وصنعت مجده، لأنه مش مجرد نادي بيكسب بطولات. يا مساء الفل، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات إن سفر النادي الأهلي لفلسطين مليان تفاصيل، وفي الفيديو ده هنكمل على أحداث الفيديو اللي فات ونوضح كذا نقطة كان اتكلم فيهم مختار التتش في رده على مقال حيدر. نرجع تاني لمباراة الكاس اللي كانت قبل سفر النادي الأهلي لفلسطين، واللي تم تأجيلها بدون سبب أو مبرر منطقي، واللي كانت أصلا سبب الأزمة. الفيديو اللي فات اتكلمنا إن الأهلي بعت خطاب في 3 مايو 1943 لاتحاد الكرة بيعترض فيه على الميعاد الجديد للمباراة النهائية اللي حددها اتحاد الكرة، وزي ما وضحت في الفيديو اللي فات من أكتر من مصدر إن سبب اعتراض الأهلي كان إن ميعاد المباراة بيتعارض مع وقت استعدادات الطلبة للامتحانات، وإن الأهلي كان قوامه الأساسي من اللعيبة الشباب، وإن وقت الامتحانات كان تقريبا ما بين شهر مايو ويونيو، وإن ده كان سبب اعتراض الأهلي على الميعاد الجديد. وبعد سنة ومباراة ال6-0 اللي اتحدد ليها ميعاد في نفس التوقيت في بداية شهر يونيو، والصحف وضحت وقتها إن من سوء الحظ إن موعد المباراة اتحدد في أسبوع الامتحانات النهائية، وإن أغلب فريق الأهلي طلبة يمتحنون بالفعل. وطبعا بعد الأزمة اللي كانت ما بين حيدر والأهلي بسبب إيقاف اللاعبين، كان هيبقى صعب جدا على الأهلي إن هو يعتذر عن المباراة، وزي ما وصفت الجريدة كده إن الإداريون تقبلوا الهزيمة سلفا ليضربوا مثلا أعلى في ميدان الروح الرياضية. وطبعا ده بعد ما حاول حيدر إحراج الأهلي برفع الإيقاف عن اللعيبة بتاريخ 19/4/1944، يعني قبل بداية البطولة ب10 أيام، بعد إيقاف استمر لأكتر من 6 شهور من أكتوبر 43 لحد إبريل 44. الفترة دي كان النادي الأهلي ممنوع بقرار رسمي من الاتحاد من ممارسة نشاط كرة القدم إذا كان داخل النادي أو خارجه، وإن على جميع الأندية المنضمة للاتحاد ولجان المناطق والحكام عدم السماح لأي لاعب من النادي الأهلي بالمشاركة في المباريات الرسمية أو حتى غير الرسمية. مشاركة النادي الأهلي في الكاس جت لأسباب سياسية أكتر منها رياضية، وده كان بسبب قيمة البطولة اللي بتمثل أهمية كبيرة جدا في الوسط الرياضي، خصوصا إن البطولة دي كانت تحت رعاية الملك، وكان بيحضر المباريات النهائية بنفسه وبيسلم الكسبان الميداليات والكاس. وصحيح ان النادي الاهلي قبل مباراه النهائي لعب 3 ماتشات وفاز فيهم على طنطا والسكه وبوليس القناه، ولكن المباراه النهائيه كانت بتاريخ 2/6، وده الميعاد اللي حدده اتحاد الكره للنهائي. وزي ما قلنا ان من اواخر 5 لاوائل 6 دي كانت فتره الاستعدادات للامتحانات، وان في لعيبه كمان غابوا بسبب الامتحانات، وبرضه والتاني مره بعد ازمه 43 ترجع تاني نفس المشكله في تحديد ميعاد النهائي. يعني اخر ماتش للاهلي اتلعب بتاريخ 20/5/1944، والنهائي كان في 2/6، يعني بعد حوالي 12 او 13 يوم. واخر مباراه الزمالك لعبها ودي ليها قصه كده هنتكلم فيها كمان شويه، كانت يوم 12/5، يعني مريح اكتر من الاهلي، وفي فارق توقيت كويس تقدر تلعب فيه الماتش بعد مباراه الاهلي الاخيره ب5 ايام، يعني يوم 25 مثلا. لكن قرار تحديد موعد المباراه في 2/6 كان غريب جدا وللمره الثانيه. ولو قلنا ان واقعه 43 كانت صدفه، فاكيد دي كمان مش صدفه لو رجعنا لكلام الاتحاد ان الموسم الرسمي بينتهي في اواخر مايو. ومع صعوبه معرفه تشكيل النادي الاهلي في ال3 مباريات اللي لعبناهم قبل ماتش الزمالك، لكن قدرنا نعرف من تغطيه الصحف للاحداث اللي كانت قبل ماتش الزمالك ان في لعيبه لعبوا ال3 مباريات دول وما شاركوش في النهائي، زي مخيمر والكسار، وده يرجع لانهم كانوا من ضمن اللعيبه اللي غابوا بسبب الامتحانات. ده غير ان جريده المقطم قبل الماتش بيوم تحديدا في يوم 1/6 اتكلمت عن احتماليات غياب لاعبي الاهلي حمدي كروان الظهير الايسر ومدكور المهاجم بسبب مرضهم، ولكن الغريب انهم شاركوا بالفعل في الماتش رغم الاصابه، وده يرجع للنقص العددي اللي كان بيعاني منه الفريق بسبب الامتحانات والاصابات. وده برضه يتطابق مع الكلام اللي قالته الجرايد بعد الخساره، وان سبب الخساره دي كانت بسبب الاصابات وانشغال اللاعبين في الامتحانات، يعني نقص عددي وفريق بيلعب من غير لاعبين بسبب اداء الامتحانات، ده غير اللعيبه المصابه، وده طبعا غير ايقاف النشاط اللي دام لمده 6 شهور والشلل الكامل اللي ضرب الفريق. وللمعلومه ان نظام التبديلات كان لسه ما اتحطش اصلا، يعني الفريق اللي كان بيتصاب منه لاعب كان بيكمل الماتش عادي ناقص العدد، لان اول مره تم تطبيق قانون التبديلات في الدوريات المحليه تقريبا كان في الدوري الانجليزي في موسم 65/66. بس لحظه واحده، انا كنت من شويه بتكلم ان اخر ماتش لعبه الزمالك كان يوم 12 والاهلي اخر ماتش لعبه كان يوم 20، مش غريبه دي؟ السؤال هنا بقى هو الزمالك اصلا وصل للنهائي ازاي؟ وركز معايا كويس جدا في التواريخ والاحداث اللي جايه دي. بعد ايقاف النشاط الرياضي للنادي الاهلي في 43 ومنع لاعبيه من ممارسه كره القدم نهائيا سواء داخل النادي او خارجه، او حتى الاشتراك مع اي فريق اخر سواء في مباراه رسميه او غير رسميه، صدر قرار العفو عن لاعبي الاهلي في 19/4/1944، وده كان قبل انطلاق بطوله الكاس بايام.
ما قبل اغسطس، احنا بنتكلم بقى على منظومه كوره، سيبك بقى من 10 لعيبه 8 لعيبه 6 لعيبه 12 لعيب لعبوا ايا كان. الاهلي اول ما اخر ماتش لعبه رسمي في يونيو 43 لحد ابريل 44 الاهلي ما لعبش خالص. الاهلي نشاط الكوره فيه واقف رسميا من اكتوبر تقريبا الى ابريل العام. فاحنا بنتكلم ان بعض اللعيبه فضلت حرفيا 10 شهور ما بتلمس كوره. ليه؟ لان من كتر الاجحاف والظلم اللي حصل وقتها ان قرار طلع فيما بعد كمان زي استكمال كده، ان يمنع على اي نادي ان هو يشرك اي من اللعيبه دي معاه في اي مباراه وديه، واي نادي هيشارك في مباراه فيها لعيب زي ده، يعني احمدي من اللعيبه الموقوفه، لو انت فرقه اكس واحمدي في الفرقه بي، بس انت فرقه اكس لعبت بي اللي فيهم احمدي، انت كمان هتتعاقب. يعني بص التفنن في العقاب يعني. ودي كانت من الاسباب اللي خلت الاهلي ياخد قرار بايقاف النشاط تماما، بما فيه الفريق ب اللي زي ما قلت كان فيه لعيبه كويسه جدا، وكان فريق بطل في مكانه، وكان متفوق في مكانه على كل الانديه اللي كان منها على فكره المختلط ب والسكه الحديد ب والترسانه ب وانديه كتيره جدا تاني. طيب ايه علاقه ده بالموضوع؟ علاقه ده بالموضوع ان انت فعلا رسميا او فعليا على ارض الواقع 10 شهور ما بتلعبش كوره. الاهلي يوم 30/4 لعب اول مباريات ليه على ملعبه امام فريق فؤاد الاول بطنطا وفاز بنتيجه 3-0، ويوم 14/5 لعب تاني مبارياته خارج الارض امام فريق بوليس القناه وفاز بنتيجه 1-0 بصعوبه جدا، ولعب يوم 20/5 تالت ماتشاته قبل النهائي امام السكه الحديد وفاز بنتيجه 4-0 وصعد للمباراه النهائيه. الزمالك بقى لعب يوم 30/4 اول مباراته خارج ارضه وكانت امام اتحاد السويس وفاز بنتيجه 3-0، ويوم 12 لعب تاني مباراه على ملعبه وكانت قدام الاولمبي وفاز بنتيجه 3-1، يعني لعب ماتش خارج ارضه وماتش على ارضه، وكان من المفترض ان تالت ماتش يتلعب قدام المصري. وهنا بقى نيجي للفضيحه الكبرى، ان الاتحاد بقياده حيدر قرر الماتش ده يتلعب على ملعب الترسانه في الزمالك، على الرغم ان المصري لعب اول وتاني ماتش بره ملعبه، الاولى مع بوليس السويس على ملعب السويس والتانيه كانت مع الترسانه على ملعب الترسانه. فمش منطقي ان المصري يلعب 3 ماتشات بره ملعبه وفي نفس الوقت الزمالك كان لاعب ماتش جوه ملعبه وماتش بره ملعبه. فقرر المصري الانسحاب من المباراه واعتبر ان القرار تعسفي، واصر على موقفه لدرجه انه رفع مظلمه وشكوى رسميه للملك فاروق بيناشد فيها انه يتدخل لرفع الظلم ده، وده كله بسبب تعنت اتحاد الكره. ولكن حيدر والاتحاد اصروا على موقفهم واعتبروا المصري مهزوم وقرر صعود الزمالك للنهائي. وبكده يكون صعد نادي الزمالك اصلا للنهائي في البطوله دي بدون وجه حق وبدون ما يلعب المباراه اللي قبل النهائي امام المصري، اللي بالمناسبه كان وقتها كانت فرقه قويه جدا على ملعبها، وفي نفس توقيت انسحابهم من مباراه الزمالك كانوا كسبانين بطوله دوري منطقه القناه. دي كانت شويه حقائق بنسردها توضيحا للتاريخ مش تبرير للخساره، لان احنا عمرنا ما انكرنا الخساره دي، بالعكس احنا بنعتبرها شرف لينا. النتائج بتتغير والارقام ممكن تتكرر او تتنسي، لكن المواقف بتفضل محفوره في التاريخ، وعلشان كده كل اهلاوي هيفضل شايف ان الخساره دي شرف هيفضل معاه ليوم الدين.